ما فرحش بشي رباح في كاس العالم. كنا باغيين نحطوها لهم في كرواتيا، طحنا فرقه اللي كبيره. حتى اليوم تعذبنا بالحق. ها ملي كتشوف هذا الشعب جا حتى لقطر يستنى، ما تخلاش ما تحتي كلشي اللي داروا الدراري. الماتش ما كانش ساهل الصراحه، بحال كنا واقفين وحطينا الماكسيموم اللي كنا نقدروا نحطيو باش نجيبوا هاد الفرحه للشعب المغربي. شكرا. طبعا كلام طيب وكلام متحمس، بس بدي توضح لنا اكثر ماذا قال. لانه هو يتكلم بالعاميه بكل يعني كان سعيد لانه قال انه لم نفوز منذ 1998 منذ فوق اسكتلندا. انت اللي عايز ترجمه. كلام واضح. لكن يعني صحيح لا اظن ان الكل كان ينتظر هذا الفوز، المغاربه ككل، خصوصا في المغرب خارج المغرب. وقال يعني اردنا ان نثبت لهم من هو الفريق المغربي وعلى ماذا يقدر الفريق المغربي. صحيح، لان الامكانيات الموجوده ابو خالد، الامكانيات الموجوده، اللاعبين الموجودين، اي منتخب عنده هذه الامكانيات يعني ما شاء الله، من حارس المرمى او من حراس المرمى، لانه اليوم مو حارس واحد، شاهد حارس بديل الى الجناح الايسر كله نجوم. الشيء الجيد انه مع مدرب وطني نعم يعرف ماذا يريد المغاربه وكيف احساس المغاربه عندما تكون مثل هذه المباريات الكبيره خصوصا كاس العالم، وحاسس بهذه الفرحه وبهذه الاشياء اللي ربما قدمها هؤلاء اللاعبون للمغاربه. ونتمنى ان شاء الله كما قلت نستمر على هذا الاداء، نستمر على نفس التركيز وعلى هذا الفوز يعطينا ثقه. لكن كما قلت دائما يجب الهدوء والتعقل، وواضح لا تخاف المدرب والمنتخب، واضح انه عندهم هذه الرزانه والعقل المتزن. ان شاء الله. الحقيقه ابراهيم خضره جابوا شاح منتخب المغرب، انت ما جبت لنا. على كل حال بذهب لابراهيم خضره ولي ايضا ياسر القحطاني. تفضل ابراهيم. أمل من يصل إلى أرضية الميدان يجب أن يحظى بهذا الزخم، يعمل غنائم من أرضية الميدان. الكثير من الأعلام، الكثير من الصخب، الكثير من الحماس، الأفراح حضرت هنا في مدرجات ملعب الثمامة. كابتن ياسر، حتى عندما عزف النشيد الملكي المغربي هنا في ملعب الثمامة، الصخب الذي واكب هذا النشيد، الجماهير لعبت دور مهم ومهم جدا في تحقيق هذا الانتصار التاريخي لأسود الأطلس. أول شيء ألف مبروك للمنتخب المغربي، الفوز مستحق، نتيجة ومستوى كذلك. ألف مبروك للجماهير العظيمة اللي وصلت، ألف مبروك لنا كلنا كعرب، مبروك للكابتن يوسف شيبو في الاستوديو ما شاء الله.